اليوم هنعمل طبق حكاية، نوع من أنواع المقبلات التحفة، قيمه الغذائية عالية كتير زي ما احنا معودين. يلا تعالي معايا المطبخ عشان هنشوف هنعمله ازاي مع بعض بكل الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي، عاملين ايه؟ معاكم ايمي الصياد. اليوم بإذن الله هنعمل مع بعض نوع من المقبلات حلو جدا، بس هو حار شوي، يعني هو حلاوته انه يكون حار. اوكي، يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل مع بعض سلطة الدقوس بالبتنجان. اوكي، بتتاكل بقى مع كبسة، مع رز، مع مشويات. شوفي انت بتحبي تاكليها مع ايه، هتمشي الحال على فكرة. هنحتاج بتنجان طبعا اسود غني عن التعريف بفوائده الرهيبة، حبة بصلة، الخلطة السحرية بتاعتنا وهسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف، فلفل الوان، وصلة او قطعة من كل لون، بس بركز على الفلفل الايه الحار. اوكي، بهارات بقى، انا هنا حطيت بهارات شاوي، فلفل اسود، ملح، زنجبيل او زنجبيل، شطة، انتبهوا على الشطة، كزبرة، معلقة صغيرة جدا من الصلصة أو معجون الطماطم. ده المكون بقى الخطير اللي هو دبس رمان، اللي هيغير لك طعم الوصفة بتاعتنا في حتة تانية خالص. يلا نبدأ مع بعض. ما شاء الله قطعت الشرايح البتنجان رفيع جدا مع شوية مية ومعلقتين خل وملح، 10 دقايق 15 دقيقة، وبعدين ايه نصفي. والبصلة قطعتها شرايح او قطع صغيرة، والفلفل الالوان والفلفل الحار قطعته بهاي الطريقة. البت تاكل حار كتري حار قد ما بدك، الما بتحب الحار لا فيكي تستغني عنه وتعوضيه بفلفل اخضر. اوكي، يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معلقتين زيت ذرة، زيت عباد الشمس، زيت زيتون ما افضل لان هنا هيسخن الزيت. اوكي، ابدا احط شويه البتنجان بعد ما صفيته، ياخد له تقليبه. اوكي، حلوه قوي الوصفه دي، جربيها واحتفظي بيها عندك في الثلاجه. خطيره، مقبلات بارده، يعني انا افضلها مقبلات بارده. شوحيها كده بسرعه. بسم الله، ما تكتري الزيت هنا، بس يا دوبك تتغير لون البتنجان كده بيبدأ يفتح شوية، نبدأ نضيف بقية المكونات شوية شوية. اوكي، انا ما بدي اطول عليكي، بس اوصل للمرحلة اللي اتفقنا عليها هنبدأ نكمل. اوكي، الله خلاص، انا عاوزاه يوصل بس للمرحلة دي. هضيف البصل، وزي ما احنا متفقين بصل يعني ايه، يلا ما شاء الله عليكم خلاص قبضتوني. بصل يعني معلقة صغيرة سكر، ما تقلقيش زي ما قلت لك من السكر، احنا بس بنحاول نساعد البصل انه ينزل الميه. اوكي، طبعا احنا ليه ما بدأنا البصل الاول؟ لان اذا بدأنا البصل الاول هيتحرق واحنا بنشتغل في البتنجان، فاحنا نبدأ البتنجان الاول وبعدين البصل، فياخدوا الاثنين مع بعض كده تسميعة حلوة قوي، تحميصة ما شاء الله. يعني بصل البتنجان تعالي شوفي ريحة تحفة ما شاء الله. وطبعا هنكمل بقية البهارات. بالنسبة للبهارات حلو جدا ان انت تعملي كده ازاي، تاخدي كل البهارات وتحطيها هيك، تاخد تحميصها حلوة برضو، هتعلي التست بالطعم. ما تضيفي زيت، هي هتتحمص. اوكي، نوع من المقبلات حلو جدا، ولو عملتيه بجد هيعجب الجميع. خلصنا. احنا اتفقنا نضيف بقية الخضار. الخلطة السحرية فظيعة الخلطة دي، هسيب لك كل التفاصيل المقادير البهارات في صندوق الوصف، والخلطة السحرية اعمليها عندك هتنفعك كتير زي ما اتفقنا. ما شاء الله عليها. لازم نعود نفسنا لما نيجي نضيف خضار شوية شوية، عشان ما نبدأ من أول وجديد وتبدأ تطلع حرارة الطبخة من أول وجديد، أحسن شوية شوية. شايفة الألوان جبارة تحفة مع التقليب طبعا كده.
حاجه تشهي صراحه. شايفه قبل يعني بناء على الالوان والقصه دي كلها، فايده تحفه. بسم الله يا سيدي. ايه رايك في الالوان؟ خطيره. نقلبها برضه. سبحان الله. انا في نقطه صح مع يعني بدي ارجع اقولها لك مره ثانيه. احنا ضفنا سكر على البصل ولازم ملح كمان، والسكر ده هينفعني في ايه؟ في معجون الطماطم دي. معلقه بس معلقه، مش عايزه كتير انا عشان ما تتقلب معايا حاجه ثانيه. خلاص. بصل، ملح، معجون طماطم او طماطم، سكر. اوكي. هاي معلومات جدا مهمه، وستيب باي ستيب بنضيف الخضار كمان بيغير الطعم. خلاص. في النهايه خالص هقول لك هنعمل ايه. هنغطيه شويه كله يندمج مع بعض وياخد الطعم واوريكي الشكل. ما شاء الله تبارك الله على الريحه. فظيعه الريحه. دلوقتي انا حابه صراحه، شوفي ده شيء راجع لك اختياري، تضيفي مثلا هاي بس كركم. اوكي. كمان بيعلي التيست بتاعه وبيخليها جباره. سبحان الله. الحمد لله. طبعا على نار هاديه، ما ضفنا مي، بس هو كده الخضار ينزل ميته ويرجع يشربها مره ثانيه. بسم الله. هنا الشكل فظيع ان شاء الله، الطعم احلى. اتمنى تجربيه وتقولي لي رايك. طبعا هو خلاص يعني يمكن فاضل له 3 دقايق يستوي الخضار. هرجع اغطي عليه تاني وبعدين نشوف هنعمل ايه. خلاص كده وصلنا ما شاء الله للنهايه. اهو شايفين. هعمل ايه بقى؟ هطفي النار وبعدين اضيف عليها معلقه دبس رمان. تحفه المعلقه هاي ما شاء الله تبارك الله. واقلبه كويس اهو ما شاء الله. بسم الله سبحان الله. وبعدين انا ما افضل صراحه اضيف دلوقتي عصير الليمون، يهدى شوي اضيف عصير الليمون ونشوف نقدمه ازاي. خليني اقول لك فكره، اذا ما بدك تقدميه كده بنفس القطع فيك تضربيه بالكبه تطحنيه يبقى صوص كده تحفه كمان. خلاص. اتمنى تجربيه وتقولي لي رايك ايه. يلا نلتقي اثناء التقديم. خلاص بردت على الاخر. هضيف بقى عصير الليمون. بسم الله. واقلبها وتشيليها بقى ببرطمان عندك. اوكي. وقت الاكل بقى تحطي. خطيره بجد خطير. طيب زينيها تجرنشيها تحطي معاها شويه بقدونس. يلا شوف انا هعملها لك ازاي. ايه رايك؟ ما شاء الله تبارك الله. وطبعا كالعاده اي نوع من المقبلات لازم عصره زيت زيتون. تحفه تحفه تحفه. بألف صحه وهنا عليك يا رب. واتمنى اللي لسه بتشوف قناتي يا ريت تفعل الجرس وتشترك عشان يوصلها كل جديد مع ام الصياد. في امان الله.